هذا البرنامج العربي بقى لهم غير الحوايج ما حيدوهمش. البنات والدراري في هذه الفيلا منين كيفيقوا حتى كينعسوا عندهم خدمه وحده واللي هي يلقاو شي واحد اللي يتعنبوا عليه، وبطبيعه الحال خصو حتى هو يتعنب عليهم. حاليا اكثر شخصيه خلق الجدل هي وجدان المغربيه، حيت قال لك حقا ما حقا في الاول تصاحبات مع هاد خونا شويه تفرقات معاه، مشات عند هذا رجعت عند هذا، قالت لهم لا حقا غادي نرجع عند هذا هو الاولاني. وبنادم فاش شاف هاد تصرفات بهاد الطريقه خصوصا مع هاد الاردني فلسطيني ولا ما عرف منين، حيت علاه ما يجيب ليها الورد ويدير ليها الكادوات ويتعامل معها برومانسيه وفي الاخر قالت ليه كتجيب لي الملل. وهذا الشيء خلى الناس ينتقدوها وقالوا انه الزين ماشي هو كل شيء. ولكن في هذا الفيديو ما غاديش نهضر لكم على الكوارث اللي كيديروها، وانما شفت واحد البلان وقلت والله حتى نوريه لكم باش تشوفوا الكميه ديال التناقض عند بنادم. دابا هاد السوريه هادي ساكنه في المانيا وخدامه تما كعارضه ازياء ديال الله يحسن الاعوان، وسبحان الله غير دخلت للبرنامج فين ما كايناش شي كسوه ديال الجوطيه ب5 دراهم كتلقاها لابساها. وعاوتاني ماشي هنا فين كاين المشكل هو الله يخليكم واحد النهاريات كانوا نايضين المشاكل في هذيك الفيلا كما العاده، يعني ماشي شي حاجه اللي جديده عليهم. فشنو غادي يقول لها راسها غتمشي غتجبد واحد البدله ديال الرقص وغادي تلبسها. دابا اختنا اصلا في اللباس ديالها اللي كتلبسو راه كتلبس داك الشيء زعما قصير سوتيامات. المشكل هو انه فاش بغات تبدل عليهم الجو ولبسات هاد البدله ديال الرقص مشات بدات كتشطاح وكتلوز على كل واحد، ولقات واحد التجاوب لا من البنات ولا من الدراري. والخلاصه انه كلشي في الفيلا فاش شافها لابسه هكاك وطلق عليهم الشرقي وداخل عليهم كتشطح كلشي تجزع من بلاصتو وناض كيشطح معاها. غير سالت هاد الشطحه ديالها هاد خونا اللي نورمالمون يومين هو وياها كيطيبوا العنب، من بعد ما شطح معاها حتى هو في الاخر قال لها انه انا كرجل شرقي ما كيشرفنيش انه صاحبتي تكون دايره بحال هكذا، مع العلم انهم راه ما تصاحبوش بشكل رسمي. وهذا الشيء استفزها بواحد الطريقه اللي ما يمكنش، حيت قالت ليه كيفاش انت منافق وبغيتي تبين لنا قدام الجمهور انني شي وحده يعني اللي صايعه ومن بنات الليل. وما جات فين تفكها مع هذا الدري هذا اللي واخد عليها نظره خايبه وهذا النفاق وهذا السم اللي كيقلي ليها، حتى كتفاجئ بانه البنات حتى هما اللي ما خلاو حتى شي حركه ما داروها الا يتشقلبوا، حتى هما كيقولوا لها بلي حنا بلاصتك ما نرضاوش اننا نلبسوا ديك الكسوه وندخلوا كنشطحوا بهذيك الطريقه. خصوصا انه الا جيتو تفكروا فيها اختنا اصلا باش تجي للفيلا راه ماشي الطاقم ديال البرنامج هو اللي عطى هذيك اللبسه اولا قالوا ليها نوضي يا فلانه لبسي هكا وحاولي انك تبدلي لهم الجو. لا، اختنا اصلا جايه من المانيا شاده الطياره وجايبه معاها اللبسه على اساس انه غادي تخربها في الفيلا، ومع ذلك ما رضاتش انه يطلعوها قدام المشاهد العربي بهذيك الصوره الحقيره على اساس انه الجمهور العربي راه ما غاديش يحكم عليها غير من اللباس. راه واخا كون ما لبساتش هذه اللبسه هذه راه كانوا غيهضروا فيها على داك اللباس اللي ولات كدير من بعد. وفي الوقت اللي بطبيعه الحال هذا الشيء راه ما خصوش يدار وما شطحه ما والو وحشومه انك انا بعدا بلاصتها نمرق واخا ما عنديش فرنسا، ولكن زعما راه نمرق انني نتحط في هذيك نرد راسي ضحكه باش انني نضحك الناس. ولكن في نفس الوقت كنشوف انه بنادم شاطح معاك زاهي معاك ضحك معاك وفي الاخر بغير رد راسو شريف عفيف اولا شريفه عفيفه، حيت ما كاينش غير الدراري بطبيعه الحال اللي تقلبوا عليها وانما حتى البنات. والله ما عرفت شنو غادي نقول، فخليو لي في التعاليق نتوما شنو بان لكم وبلا ما تكومونطيو على كيفاش لابسه اولا على هذا الشطح اللي درت، لانه بطبيعه الحال داك الشيء راه معيق. ولكن انا اللي بغيت نعرف الراي ديالكم في هذا الرجال وهذا التعامل وهذا القلبه اللي داروا ليها، واش جاتكم نتوما نورمال ولا لا؟